مشروع الدلتا الجديدة مشروع خير لمصر، واحد من مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللي هيكون له دور قوي في كل محاور التنمية. المشروع موجود في الصحراء الغربية، وتحديدا بيبدأ بمحور الشيخ زايد مرورا بمحور تحيا مصر، وده المحور اللي بيصل مدينة العالمين. المساحة الإجمالية للمشروع 2.2 مليون فدان، ومياه النيل من فرع رشيد هتخترق الصحراء الغربية من محور الشيخ زايد وبتمر من قلب المدينة البيئية جريان. وفي مصدرين كمان للمياه، مصدر هيعتمد على الخزانات الجوفية الموجودة في الصحراء الغربية، والمصدر الثاني هو مصدر مياه الصرف الزراعي اللي جاي من المسار الشمالي بعد معالجتها في محطة ضخمة قدرتها 7.5 مليون متر مكعب يوميا. وبكده خيرنا يزيد ويبقى عندنا مساحة إضافية مستصلحة أكتر من 2.2 مليون فدان باستخدام أساليب الري الحديثة. ومساحة مصر الزراعية هتزيد 25% بمشروع الدلتا الجديدة، وهيوفر حوالي 3 مليون فرصة عمل لأولاد بلدنا. ده هيوصلنا للاكتفاء الذاتي في كتير من المحاصيل الاستراتيجية وغيرها عشان نأمن غذاء بلدنا من خلال التنمية الشاملة والمتكاملة بالاعتماد على الزراعة اللي هي أصبحت قاطرة التنمية الاقتصادية. وعشان ده يحصل جهزنا بنية أساسية ضخمة ومحطات مياه ومحطات كهرباء وخطوط سكة حديد وأكبر شبكة طرق، ده غير وجود أكبر منطقة صناعية بتعمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وأسواق لوجستية، ده غير صوامع لحفظ الحبوب والغلال. وكل ده بيدعم الدور الاقتصادي العظيم اللي هتلعبه المنطقة في تنشيط التنمية. مشروع الدلتا الجديدة حلم اتحقق على أرض مصر بسواعد ولادها، لما نواجه التغيرات الخارجية وندعم الأمن الغذائي، لما نقلل معدلات البطالة وكمان نحقق تنمية مستدامة متكاملة. يبقى احنا بنفيد الجيل الحالي وبنأمن كل جيل جاي. خير بلدنا بإيدين ولادنا. مستقبل مصر للتنمية المستدامة.